السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج جرب حظك واحد للراعي الرسمي محلات علي صالح الجبري. سؤال حلقة اليوم يقول: كم عدد أعمدة الجامع الكبير في النادرة؟ كم عدد أعمدة الجامع الكبير في النادرة؟ تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم جديد في برنامج جرب حظك واحد. السؤال يقول: كم عدد أعمدة الجامع الكبير في النادرة؟ والله ما أدري. شكرا لك. السؤال يقول: كم عدد أعمدة الجامع الكبير حق النادرة؟ إن قبله ولا ذا الحين؟ يعني استعانة بصديق. لا. قال كان كايه يعني على ما أعتقد 24. شكرا لك، إجابة خاطئة. سؤال حلقة اليوم يقول: كم عدد أعمدة الجامع الكبير في النادرة؟ والله إن عديته وأنا مصلي 14. لا. ايش هذا السؤال مفاجئ؟ عين على سؤال مفاجئ. عديت نقول. والله إن عديته. يلا كم؟ يعني من هين كم القديمات كم عدينا؟ هنا كنت أقول لك 12 أو 16 وإضافة إلى الجديد. كم عدد أعمدة الجامع؟ أي بحدود 30. شكرا لك، إجابة خاطئة. أرشد غانم: كم عدد أعمدة الجامع الكبير بالنادرة؟ 18. إجابة خاطئة. شكرا لك. السؤال يقول: كم عدد أعمدة الجامع الكبير في النادرة؟ كم 16. شكرا لك، إجابة خاطئة. السؤال يقول: كم عدد أعمدة الجامع الكبير بالنادرة؟ سرعة درجة 15. شكرا لك، إجابة خاطئة. هذا السؤال بسيط لخالد. مع انه اكثر اوقاتي بالجامع ادنا كم عدد الاعمده حق الجامع الكبير؟ عدد الأعمدة حق الجامع الكبير أعتقد 35 عمود تقريبا. شكرا لك، وإجابة خاطئة. كم هن؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا لكم جديد في برنامج جرب حظك واحد. سؤال حلقة اليوم يقول: كم عدد أعمدة الجامع الكبير في النادرة؟ عدد الجامع الكبير تقريبا 50 عمود. كم؟ 50 عمود. 50 عمود، إجابة صحيحة. حصلت على جائزة مقدمة من محلات علي صالح الجبري من الأخ هشام محاصر. ألف مبروك، حيوه. وادي بناء هو واحد من أجمل الوديان في اليمن، يقع في مديرية السدة بمحافظة إب، ويتميز بمناظره الطبيعية الخلابة، حيث تتدفق السيول والمياه في الوادي وتغطي الخضرة أرجاؤه. يشتهر وادي بناء بأمطاره الغزيرة في فصل الخريف، حيث تتدفق السيول والمياه في الوادي، ويعتبر وادي بناء من المناطق الزراعية الخصبة في محافظة إب، حيث تزرع فيه العديد من المحاصيل مثل القمح والشعير والذرة. تظهر الخضرة والجمال في وادي بناء بشكل واضح في فصل الخريف، وتتدفق السيول بكثافة. يعتبر وادي بناء من أجمل الوجهات السياحية في اليمن، حيث يفضل عددا من المواطنين قضاء إجازة العيد في مناطق مثل وادي بناء، وذلك لتوفر العديد من المناطق الطبيعية وكذلك السياحية. يعد وادي بناء من المناطق الزراعية الخصبة في محافظة إب وسط اليمن، حيث تزرع فيه العديد من المحاصيل، وكذلك يعد من الوجه السياحية الجميلة التي يفضل التوجه إليها عدد كثير من الناس.
صل يا ربي على طه الحبيب. الله يا الله ولي هم خيار الناس. الله من أزال الشك وعنا باليقين. الله يا الله ويليهم خيار الناس. الله بباب الله قد جينا وفضل الله منجينا، وصلى الله مولانا على المختار هدينا. وحقك يا فكري حقك وصالك ليلة القدر، ومن قدر علي زفك حبيبي لا تطيل أجري. بسم الله بسم الله الله يا الله بأول الذكر نبدأ. الله بالمولى به المولى. الله يا الله. أيوه. وإلى هنا انتهت حلقة اليوم من برنامج جرب حظك واحد الرمضاني برعاية محلات علي صالح الجبري وأولاده. إلى حلقة قادمة كونوا على الموعد.